سلام حبايبي، فيديو جديد ويوم جديد مع سافر مع سامح، والحلقة التانية من السلسلة الجديدة عيش أمريكا معايا. ما انساش اقول ملخص الفيديو بتاع الحلقة الأولى، إن دي فيه نصيحتين مهمين قوي قبل ما تسيب بلدك جاي أمريكا. كرس 6 أشهر من حياتك، ذاكر إنجليزي كويس جدا 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 على قد ما تقدر، حسن لغتك. قدوتنا هنا محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ولاعب ليفربول، اللي هو خرج من بلده ما يعرفش ولا كلمة إنجليزي، ودلوقتي بيتكلم إنجليزي كويس قوي، بيتواصل مع العالم كله. الحاجة التانية اللي قلتها في الفيديو اللي فات، توقعاتك من الناس اللي من أهل بلدك لما توصل أمريكا. ما تتوقعش الناس فاضية، ما تتوقعش إن الناس هيبقوا متوفرين وقت ما أنت تحتاجهم، وده مش عيب فيهم، ده لظروف الحياة ومتطلبات الحياة هنا غير ما أنت ممكن تكون متوقع. النهارده أنا هعمل فويس أوفر عن موضوع مهم جدا. إيه أول حاجة لازم تعملها أول ما توصل أمريكا؟ هقول لك حاجة النهارده مهمة أوي هتعرفها في الفيديو. يمكن بيعدي عليك سنه واتنين وانت في امريكا ما تعرفهاش، وتقول يا ريتني كنت عرفتها، فانا هقولها لك. فتابع الفيديو لغايه اخره. وما انساش اقول لكم ان انا في الفيديو ده زي ما وعدتكم، انا عامل وانا سايق العربيه من تامبا، المدينه اللي انا ساكن فيها في فلوريدا. وتامبا دي مدينه مهمه ومشهوره ومن المدن الاساسيه في فلوريدا. وفيها مطار دولي، بس ما اقدرش، مفيش طيران مباشر من تامبا للقاهره. لازم من تامبا انزل اوروبا، ومن اوروبا اوصل القاهره. او من تامبا اروح نيويورك، ومن نيويورك انزل القاهره. هروح من تامبا النهارده رايح ازور مدينه اورلاندو. مدينه اورلاندو هي المدينه الاشهر في فلوريدا، عشان فيها وولت ديزني، حلم الطفوله، ميكي وميمي وبطوط والحاجات دي كلها، الشخصيات الجميله اللي عشنا معاها طفولتنا. فمدينه اورلاندو معروفه بكده، برضو فيها مطار دولي، لكن مفيش طيران مباشر من اورلاندو برضو للقاهره. اتمنى لكم لو الفيديوهات عجباكم، دوس اولا اتمنى لكم تستمتعوا بالفيديو، ولو عجبتك القناه دوس لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس. النجاح حلو بيكم. وسيب كومنت لو عندك اي سؤال، هرد عليك بمنتهى الامانه، ولو مش عارف الاجابه هقول لك مش عارف. واتمنى لكم تستمتعوا بحياتكم. تابعوا الفيديو معايا وسافر مع سامح. انا حبايبي دلوقتي واخدكم معايا بالعربيه من مدينه تامبا لمدينه اورلاندو زي ما قلت في المقدمه، وبعمل لكم فويس اوفر وهتكلم فيه عن موضوع مهم قوي النهارده. اول ما توصل امريكا، مهم قوي لما تيجي من بلدك يكون جاي امريكا، يكون معاك ايجار يكفيك اول 6 اشهر. ليه ايجار 6 اشهر؟ عشان سيادتك هتاخد وقت على ما تجهز ورقك، على ما تشيل عربيه، على ما تعرف انت ساكن فين، على ما تلاقي شغل، على ما تعرف السكه للشغل، على ما تروح المصالح الحكوميه لو عندك اوراق لازم تخلصها. فده مش سهل. فانت محتاج تكون مأمن سكنك لمدة 6 اشهر ايجار معاك. يا رب تتوفق في اقل من كده طبعا، بس دوت عشان تبقى قاعد مطمن ومرتاح البال. ولو انت سنجل او عايش بطولك، ممكن تأجر اوضة لوحدك، وممكن اوضة مع حد تشيرها تبقى شير، وممكن تأجر اوضة في سرير في قلب اوضة في المدن المزدحمة زي مثلا نيويورك بيأجروا السرير هناك. فلكن لو انت اسرة محتاج تأجر البيت او الشقة، اللي هي بيسموها كاندو، بتأجرها كلها لوحدك انت والمدام والولاد. فمهم قوي تعمل حسابك في الايجار بتاع اول 6 اشهر يكون معاك. وكمان لما تيجي تأجر في امريكا هنا يا جماعه، هيقول لك انت تدفع لي شهر ديبوزيت وشهر سكيور، فانت بتدفع شهرين غير اول شهر ايجار. فطبعا انت محتاج يبقى لو هتأجر ب 500 في الشهر، لو مثلا مش شاير اوضه مع واحد، طبعا هتبقى محتاج يبقى معاك $1500 في الاول. ولو انت هتأجر بيت، محتاج يبقى في جيبك 2000 $3000 في الاول تدفعهم بس عشان تحط رجلك، اللي هو شهر ديبوزيت وشهر يخلوه معاهم في الاخر، او شهرين للاخر. في ناس دلوقتي بتطلب شهرين في الاخر. وكمان في صعوبه في الاول وانت جاي جديد، ان تلاقي حد يقول لك ادفع لي شهر اخير مقدم دلوقتي، او سكيور عشان البيت لو حصل فيه حاجه انا اعرف اخد حقي. فهو بيتأمروا عشان انت جديد، فممكن يقول لك لا انا عاوز شهرين او 3 كمان اخليهم عندي ديبوزيت عشان لو حاجه حصلت في البيت. فطبعا امن نفسك 6 اشهر ايجار، دي احسن نصيحه ممكن تقدر توفرها لنفسك وتراحة بالك هنا، مهمه ليك لو انت سنجل، او ليك ولاسرتك لو معاك اولاد. كمان حاجه مهمه قوي تكون موفر تمن عربيه، لان معظم ولايات امريكا ما فيهاش بابليك ترانسبورت تعتمد عليها. يعني مثلا نيويورك فيها مترو وفيها عشان مدينه مزدحمه كلنا عارفين ايه نيويورك. لكن انا كمان على فلوريدا عندي هنا
مفيش مواصلات عامة تعتمد عليها، مفيش قطر داخلي، مفيش مترو داخلي، مفيش ترام داخلي. في خط اتوبيسات بس طبعا بطيء جدا وبيجي كل كام وقت طويل، والخدمة بتقف تقريبا على الساعة 7. أنا عمري ما ركبته مثلا. فتخيل كمان عشان تمشي هنا في الشمس وفي الحر بتاع أمريكا هنا، فسيادتك تمشي في الشمس عشان توصل لمحطة الأتوبيس. طب احنا هنا في عز الصيف في عز الحر ده بتشتي جامد جدا. طب لو بتشتي بره، فمحتاج يبقى معاك فلوس عربية كاش. هنا ممكن تشتري عربية في أمريكا ب$1000، ممكن ب$2000، ممكن ب$5000. طب برضه ليه هتشتريها كاش؟ عشان مفيش حد هيرضى يديلك بالقسط هنا، عشان اللي بيسلفوا البنوك وانت راجل لسه جاي جديد، مالكش أي تاريخ في المعاملات المالية مع الفاينانشال اورجانيزيشنز زي البنوك وغيرها قبل كده، فما يعرفوش اصلك وفصلك، فما حدش هيرضى يسلفك بالذات اول وانت جاي جديد. فاعمل حسابك يكون معاك تمن عربيه كاش. واعرف برضو الميكانيكيين الرخاص اللي يكونوا يعني بعيد عن الديلرز، محلات اللي هي بيشرجوا كتير، بحيث يبقى لو حصل فيها عطله ولا حاجه تبقى على قد ايدك تروح لميكانيكي جنبك هنا. برضو الميكانيكا هنا والليبر وتصليح العربيه بيكلف كتير، بس دي حاجه مهمه قوي تبقى عامل حسابك فيها. طيب ايه بقى اللي هقوله مهم قوي في النهارده؟ اول حاجه تعملها لما توصل امريكا، اول حاجه تعملها تروح على البنك يكون معاك $500 او $1000 زياده، تروح تعمل حاجه اسمها سكيورد كريدت كارد. هكتبها لك على الشاشه. وتعمل ايه بالسكيورد كريدت كارد ديت؟ طبعا ده الطريق الاورلاندو، اليافطه باينه فوق اهي. السكيورد كريدت كارد بتروح البنك تقول لهم انا هحط $1000 دول عندكم وادوني كريدت كارد، بس انا حاطط فلوسي عندكم. يعني الكارت البنك ما سلفكش، فمعاك كارت اسمه سكيورد كريدت كارد وكأن البنك مسلفك. فالبنك كده بيديك فرصة انك تثبت حسن النية، هي فلوسك وهنسلفك منها وترجعها لنا اول كل شهر ونجربك. ده مهم قوي يا جماعة. انا عرفت عنه بعد سنة من وجودي في امريكا، وطبعا يا ريتني كنت عرفت عنه اول ما جيت. ده بيساعدك تبني كريدت سكور. ايه اهمية الكريدت سكور اللي انت هتبنيه؟ ده مهم قوي الرقم ده في حياتك هنا في امريكا، عشان كل حياتنا ماشيه بالاقساط. بتشتري بيت، العربيه، بتفتح البيزنس بتاعك، كل ده بتاخد قروض من البنوك او الفاينانشال اورجانيزيشنز اللي قبل ما تديك قرض بتبص على السكور كريدت بتاعك. كل ما بيبقى عالي وكويس كل ما بتاخد الانترست اقل، لو وحش بتاخد انترست اعلى. تخيل انت واخد لون ب$100,000 والانترست بتاعته 10%، او لو الانترست بتاعته 5%. طبعا ده بيتوقف على الكريدت سكور بتاعك. فنصيحه اوعى تقع في الغلطه اللي وقعت فيها، انك تسمع عنه متاخر، ولما تيجي تلوم اللي حواليك يا جماعه ما قلتليش ليه اول ما جيت. اللي يقول لك نسيت، اللي يقول لك ما خدتش بالي، اللي يقول لك ما انت ما سالتش. طب هو انا اعرف؟ وبعدين في ناس بقى برضو يكون فعلا هم ما يعرفوش فما بيقولكش. فانت اديك عرفت مني النهارده معلومه مهمه جدا في الفيديو دوت. اول ما توصل امريكا خد $500 او خد $1000، روح اقرب بنك ليك قول لهم عاوز افتح سكيورد كريدت كارد، هيقول لك هات وخد الكارت اهو، وانت تسحب منهم كل شهر. اوعى تسحب طبعا اكتر من اللي انت فاتح بيه الليميت اللي انت حاطه. لو حطيت $1000 تسحب في حدود المبلغ بتاعك مش اكتر من كده، وتروح اخر الشهر تسدد اللي انت خدته. انت كأنك مستلف منهم، هي فلوسك بس بتاكت ازف، بتتصرف كأنك مستلف منهم المبلغ ده، ويهمهم يشوفوك راجل محترم وبتروح كل شهر تسدد اللي انت خدته من الحساب دوت. طيب اوعى تسحب من السكيورد كريدت كارد او اي كريدت كارد في امريكا اكتر من 30%. النصيحه دي مهمه قوي، عشان في حد اداني نصيحه غلط قال لي عشان السكور بتاعك يعلى اسحب كل المبلغ وسدده. لا ده غلط، 30% بس. واوعى تروح تفتح كريدت كارد مع اي بنك وانت مش عندكش هيستوري، مش هيقبلوك. فكان لازم تعمل. انا لما جيت افتح مع بنوك على طول هنا اترفضت كذا مره في الاول وما كنتش فاهم السبب. قالوا لي المفروض تعمل سكيورد كريدت كارد. كان عدى سنه من عمري في امريكا، ودي كنت محتاج ابني فيها السكور بدري، كان يبقى احسن كتير عما تبنيه متاخر. الفيديو خلص، اتمنى لكم تستمتعوا بالكام ثانيه اللي فاضلين في الفيديو. ولو عجبتك القناه ما تنساش دوس لايك وشير وسبسكرايب. والفيديو الجاي هحضر لكم حاجه مهمه جدا لازم برضو تكون تعملها وتفكر فيها اول ما توصل امريكا. انا هاخدكم رحله واحده واحده.